فين مشى؟ هو جاي هكا ارتاحي شويه، لا ارتاحي شويه ما نقدرش والله مزيان. هذا ديال الفايدي، المنتوج ديال الفايدي المهدي ومدينة سيدي بنور. تبارك الله على السي المهدي، وتبارك الله على السي محمد أقراو عن الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء. تبارك الله على السي مهدي، والله يحفظك ويرعاك. شحال عمره هذا؟ 20 شهر. 20 شهر. وشحال من كيلو؟ ما وزنوش. وهاد الشرفه هما اللي مكلفين به. هنا في المعرض ما يقدرش يجروا من والد. لا من ولا يجرب. صحنيت سهل. بحالي دابا انا لا جريته تلقى صباطي يبقى. لا بالك عليك تمشي. الله يعوضك ويرعاك. شكرا السي المهدي الفايدي من مدينه سيدي بنور، والجائزه الثالثه في الشارولي بمناسبه المعرض الدولي للفلاحه، والجائزه التي تنظمها الجمعيه الوطنيه لمنتجي اللحوم الحمراء. غنمشيو لفئات الليموزين. الليموزين راه ما كايناش هاد الطوموبيلات، كاينه حتى بالعجول. ياك في انتظار العرايسات يوليو راكبين على الليموزين، على هاد جايين راكبين على العجل. وفي انتظار يولي جاكوار والفيراري. الليموزين الجائزة الأولى آلت لمصطفى الخولي، ويوم السبت القادم إن شاء الله غادي تسلم الجائزة بحضور سي مصطفى الخولي صاحبنا وعزيزنا ابن الدار البيضاء العاشق لتربية المواشي عموما والعجول على وجه الخصوص، واحد الوجوه البارزة على المستوى الوطني في هذا الصنف، واحد اعضاء النشطاء او النشيطين بالجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء. الداش محمد ملقح الجمعية هو اللي غادي يعطي الجائزة للسي مصطفى الخولي. الثاني خدي بصوير ما كاين مشكل. السي مصطفى الخولي صوروا مع لي طوفي. السيد داش محمد رفقة السيد مصطفى الخولي. العجل الثاني في صنف الليموزين للشريعي عبد الوهاب. الشريعي عبد الوهاب. الشريعي عبد الوهاب، أينك يا الشريعي عبد الوهاب؟ يتسلمها نيابة عنه سي لطيفي عبد العزيز. سي لطيفي. محمد الكرت هو الذي سيسلمه الجائزة. محمد الكرت. حميد الكرت. مرحبا سي عبد الحميد الكرت. وصورة تذكارية تؤرخ لهذا الحدث الذي سيبقى محفورا في ذاكرة. شريفاش من مدينة؟ انا منين؟ تريوش نواحي الناظور. وتبارك الله عليك. ماشي ديالك. انت يعني الجمعيه المغربيه لمنتجي اللحوم الحمراء. الجمعيه الوطنيه لمنتجي اللحوم الحمراء، وكنقدم الجائزه الاخير. انت نيابه على صاحب العجل السيد الشريعي عبد الوهاب. تبارك الله عليكم. صوره تذكاريه ستؤرخ لهذا الحدث.
الجائزة الثالثة، شكرا مرة أخرى لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المواكبة لهذا الحدث. الجائزة الثالثة لحميد الكرت من مدينة الدريوش. انت دريوش وهذا عدد يكون قبيح. تبارك الله على السي حميد الكرت. انت جيتي عندنا بصفتك حقيقية واللي هي مربي او منتج ديال اللحوم الحمراء. هذا العجل شحال من سنة عنده ولا شحال؟ 36 شهر. 36 شهر هي 3 سنين. ياه وشحال طوناج؟ طوناج في 30 طن. اللهم بارك وزيد في ذلك. يسلم الجائزة السيد محمد أقراو عضو الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء. السيد محمد أقراو، الناس راه أقراو على هذا الشيء. واسي خولي الناس راه أقراو على هذا الشيء عاد داروا. ياك السي محمد الناس أقراو على هذا الشيء عاد ولاو. تبارك الله على السي حميد الكرت من مدينة الدريوش. وتجشم معنا السفر من مدينة الناظور إلى هنا يحضر فعاليات المعرض الدولي للفلاحة. وتبارك الله على الناس ديال الدريوش. الله يحفظك ويعافيك. صورة تذكارية رفقة العجل من الليموزين لصاحبه حميد الكرت. نمشي الآن إلى الصنف الموالي الأبيض الأرزق أو الأزرق البلجيكي. الأبيض الأزرق البلجيكي. بي 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 بي. ودائما مع صديقنا وأخينا سي الخولي مصطفى في المرتبة الأولى، واللي غتبقى دائما السبت يعني نهائيات المعرض الدولي للفلاحة. نمشيو للجائزة الثانية أنفود محمد. نعطيو الجائزة لا ما نعاودوش كلام العيالات ما يتعاودش. مرحبا زيدي. أرى لنا الجائزة ديال مصطفى الخولي كعادته نشيط باستمرار. الملقح أيت حميد عز الدين. أيت حميد عز الدين. ننادي على الرفاعي عبد العزيز. السي الرفاعي تفضل. لو جون ديالنا لاكتيف لا ينتفع. تبارك الله عليك سي مصطفى الخولي صاحبنا وخونا. جائزة ديال الأبيض الأزرق البلجيكي. بي بي بي. صورة تذكارية. الجائزة الثانية. الجائزة الثانية هي لسي محمد أنفود. محمد أنفود أين؟